أهلا بكم متابعينا. قبل ما نبدأ المسلسل ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. بيبدأ المسلسل مع مجموعة من الصحفيين والمعجبين وهم واقفين قدام شركة الممثلة المشهورة آر، وده لأنها النهاردة هتعلن عن حبيبها السري اللي بقالها فترة مرتبطة بيه. لكن بعيد عن عيون الصحفيين بيكون من ضمن الصحفيين صحفية متدربة اسمها سو، جت مخصوص علشان تغطي الحدث المهم، وبتطلع آر من الشركة ومعاها حبيبها اللي أول ما بتشوفه سو بتتصدم وبيختل توازنها فبتقع على الأرض. ولما بيشوفها حبيب آر واللي بنعرف إن اسمه شو ومدير شركة مشهورة بيطلب من مساعده إنه يوصلها لحد عربيته، وبيفكر باقي المعجبين إن سو عملت كده علشان تلفت نظر شو وبيهتم بيها، فبيقلدها الكل وبيقع على الأرض. وفي العربية بتستغرب آر من شو لأنه ساعد صحفية ما يعرفهاش، وبتتعامل معاها بتكبر وبتقول لها إنها هترميها في أول مكان هيقفوا فيه لأنها عارفة إنها بتمثل الإعجاب بيها وإنه شو كده، لكنها بتكذب. لكن سو بتحرجها لما بتقول لها إنها مش معجبة بيها أصلا وإنها جاية مجبورة لأن مجلتها طلبت منها تغطي الحدث مش أكتر. فبتتعصب آر عليها وبتبدأ تتخانق معاها، وبيتخيل شو إن الاتنين مسكوا في خناق بعض وبيضربوا بعض لحد ما بيفوق على صوت آر وهي بتسأله مين دي وليه يساعدها. فبيفجر شو قنبلة في وش آر وبيقول إنها مراته، وبيعم الصمت في المكان من صدمة الخبر لحد ما بتزعق له سو بتقوله إنهم اتفقوا إن الموضوع يكون سر بينهم وإنه دلوقتي خلف ببعضه وقال الحقيقة. ومن الصدمة بتخرج آر من العربية وبتمشي بدون ما تعرف تفاصيل الجواز من شو، وبنعرف إن والد شو ووالد سو كانوا أصحاب من أيام الجيش، وإنهم بعد ما اتخرجوا قرروا يبقوا علاقة الصداقة اللي بينهم أكتر، وعشان كده عملوا مشروع يجمعهم. ومش بس كده، ده كمان بيقرروا إنهم يجوزوا أولادهم لبعض لما يكبروا، وبيتفقوا على كده وبيستنوا الأولاد يكبروا وفعلا بيجوزوهم. لكن الأولاد مش بيكونوا موافقين على الجوازة دي وبيضطروا إنهم يوافقوا علشان أهلهم مش أكتر، وبيتفقوا إن كل واحد هيعيش حياته غير التاني وإن كمان محدش هيتدخل في حياة التاني، وبيفضل جوازهم في السر بعيد عن عيون الناس. وفعلا كل واحد فيهم بيعيش في بيت منفصل، حتى شو بيسافر بره البلد لوقت طويل. وبتفوق سو من ذكرياتها على صوت شو وهو بيسألها لو رجليها كانت كويسة، فبتقوله إنها كويسة، لكن بتلاحظ إن الكاميرا بتاعتها اتكسرت فبتتعصب على شو وبتطلب منه سعرها، فبيديها شو الفيزا علشان تستخدمها، لكن سو بترفض تاخدها وتستخدمها. وبترجع سو على مكتبها في المجلة وبتحس إن في حد بيراقبها لحد ما بتلاقي مساعد شو بينادي عليها وبيديها بطاقة دعوة على العشاء، وبيقول لها إن شو هيكون مستنيها بالليل يتعشوا سوا. لكن سو بترفض دعوته وبتدخل مكتبها، وبيكون 2 من المكتب سمعوا محادثتها مع مساعد شو وبيتكلموا عليها وبيقولوا إنه سو أكيد مرتبطة بشو لأنه طلب منها إنهم يتعشوا سوا. ولكن بتسمعهم سو بتوقفهم عند حدهم، وبترجع البيت بعد يوم طويل وهي تعبانة وبتتخض لما بتلاقي شو جوه البيت، فبتسأله إزاي دخل البيت، فبتعرف منه إنه أخد المفتاح من والدها، وبتشوفه وهو قاعد بكل أريحية بيشرب في مج الشاي المفضل ليها، وكمان فتح علبة الشاي اللي كانت محتفظة بيها من حبيبها الأول. فبتتخانق معاه سو وبتقوله إنه دمر لها آخر ذكرى من حبها الأول، فبيتعصب شو وبيسألها لو كان حبيبها الأول هو أخو جي، لكن سو بترفض تجاوب على سؤاله، وبيقول لها شو إنه لما كان مسافر كان بيتمنى إنه يرن عليها لكن كان متردد بسبب إنها ممكن ما تردش عليه، فبتقول له سو إنه لو كان رن كانت هتقدر ترد عليه عادي. فبيفرح شو من كلامها وبيقول لها إنه هيحضر لها الغدا بنفسه لأنها راجعة من الشغل مرهقة جدا. وبعد يوم طويل في المطبخ بيجهز لها شو مكرونة سريعة التحضير، فبتضحك سو على مهارته في الطبخ، وبتشوف صورة حصرية لشو آر فبتتضايق وبتسيب التليفون. ولما بيشوف شو الصورة بيفكر إن سو بتغير عليه، فبيقول لها إنه هيكلمهم يمسحوا الصورة، لكن سو بتقوله إنها متضايقة لأن مش هي اللي صورت الصورة. وبتفضل سو طول اليوم تفكر في شو اللي رجع ودخل حياتها من تاني وحبها الأول وإزاي هتتصرف بين الاتنين، لحد ما بيرن الجرس وبيكون جي جاي يزورها وهو معاه الأكل اللي بتحبه. وبتفتكر سو ذكرياتها مع جي وإنه كان حبها الأول والوحيد اللي كان بيهتم بيها ومشاركها في كل حاجة، وشخصيته اللي كانت مرحة وطيبة عكس شخصية شو المغرورة والبارد جدا. وبتفوق سو على صوت جي وهو بيسألها لو كان شو رجع من السفر لأنه شاف علبة الشاي اللي كانت محتفظة بيها وهي مفتوحة، فبتقول له سو إنه شو فعلا رجع، وده اللي بيخليه يتعصب لأنه بيكره أخوه بسبب إنه متجوز سو البنت اللي هو بيحبها، وبيقول لها إنها حبيبته هو وإنه مستحيل يتخلى عنها. لكن سو بتزق بعيد عنها وبتقول له إنها دلوقتي بقت مرات أخوه لازم يحترمها ويحط حدود بينهم، فبيتضايق جي وبيمشي. تاني يوم بتروح سو على
على المجلة وبيجيلها رسالة من شو بيقول لها فيها إن هيعدي عليها عند المجلة بعد الشغل وبياخدها معاه علشان يتعشوا سوا. وبيظهر إن لسه البنات اللي في الشغل بيتكلموا عليها، لكن سو بتقدر توقفهم تاني عند حدهم وبتخرج من المكتب. بتشوف مع شو بنت في العربية وده بيعصبها وبيخليها بعد ما ركبت العربية بترجع تنزل وتمشي. وبتتكلم البنت مع شو وبتسأله ليه ما قالش لسو الحقيقة وإنها تبقى سكرتيرته مش أكتر، وبتقوله إنها عندها استعداد تتصل بيها وتقول لها على الحقيقة وكمان علاقته بآر. لكن شو بيرفض لأنه بيكون عايز يشوف سو غيرانها عليه. وبيجيله اتصال من آر بتقوله فيه إنها عايزة يجي بسرعة علشان يحضر معاها حفلة مهمة هيحضر فيها رجال أعمال مهمين، فبيتحرك بسرعة من غير ما يقول لسو. ولأن سو بتكون معتمدة على نفسها برغم حالتها المادية الكويسة، فبتشتغل أي وظيفة تانية جنب شغلها الأساسي وهي الصحافة. وبيجيلها وظيفة وهي جليسة أطفال لعدد ساعات معين، فبتوافق سو وبتروح على العنوان. وبيصادف إنه هو في نفس العنوان اللي الحفلة هيحضرها شو. وبنشوف آر وهي قاعدة في الأوضة الانتظار وبتجيلها صاحبة الحفلة اللي بتبقى صديقتها واسمها يي، وبتتكلم معاها وبتشوف على تليفونها صورة سو وبتعرف إن شو متغير مع آر علشانها. وبيوصل شو وبتبدأ الحفلة، وبتكون سو في الوقت ده قاعدة مع البنت اللي بنعرف إن والدتها هي يي صاحبة الحفلة. وبتكون البنت عايزة تنزل الحفلة ومعاها بطاقة دعوة أخدتها من والدتها، وعشان كده بتاخد سو معاها وبينزلوا. لكن سو بتوقفها وبتقول لها إنها ما ينفعش تدخل الحفلة لأنها للكبار، وبترجع بيها من تاني لأوضتها. في الوقت ده بتوصل واحدة من الخدم وبتقول لي إن بنتها مفقودة ومش موجودة في أوضتها، وبتتصدم من اللي بتقوله. وبتشوف في الكاميرات إنها كانت ماشية مع بنت، ولما بتدقق بتعرف إنها نفسها سو اللي عرفت إن شو مهتم بيها، وعشان كده بتقرر تساعد صاحبتها وتفضح سو وتستغل اللي عملته مع بنتها. فبتعيط بانهيار وبتقول إنها انهارت عشان بنتها وإنها عايزاها وإن البنت اللي معاها هي اللي خطفتها، لحد ما بيتوتر الكل اللي في الحفلة وبيدور الأمن عليها في كل مكان. وبيكتشفوا إنها رجعت لأوضتها تاني، فبياخدوهم للحفلة وبتزعق لها يي وبتتهمها إنها حرامية سرقت بنتها وكانت عايزة تخطفها. ولما بتقول لها سو إنها مش حرامية وإنها كانت بتهتم ببنتها مش أكتر، بتكدبها يي وبتقول لها إنها مخادعة لأنها دخلت للحفلة بدون بطاقة دعوة، وبتعرفها إنها عارفة بوظيفتها الحقيقية وإنها صحفية وأكيد كانت عايزة تخطف بنتها علشان تستغلها. وبتأمرها تطلع كل الصور اللي صورتها للحفلة لأنها مش هتاخدها. لكن سو بتكون ما صورتش حاجة وبتحاول تشرح موقفها قدام الكل، لكن محدش بيصدقها. فبتعيط سو باستسلام وسط نظرات الانتصار من آر وعيون الصحفيين اللي بتصور من كل مكان، لحد ما في النهاية وأخيرا بيوصل شو وبيساعد سو إنها تقوم من على الأرض، وبيعترف قدام الكل وبدون خوف وتردد إن سو تبقى مراته وإنها مش غريبة علشان كده مش محتاجة بطاقة دعوة. وبيفسر سبب وجودها وهو إنها بتحب الأطفال وبتحب تهتم بيهم، وعشان كده بتوافق إنها تشتغل جليسة أطفال برغم إنها صحفية. لكنه بيوعدها إنهم قريب هيربوا أطفالهم سوا ومش هتكون محتاجة إنها تشتغل جليسة أطفال من تاني. وقبل ما بياخدها من الحفلة بيخرجوا وبتنادي البنت عليها وبتودعها وبتديها ورقة في السر. وبيكون شو عارف كويس إن آر جزء من اللي حصل وإنها كانت خطة مدبرة منها علشان توقع سو وتخليه يبعد عنها ويبقى ليها هي، وعشان كده بيحذرها إنها تتصرف بوقاحة وخباثة مع سو من تاني لأن المرة الجاية مش هيرحمها، وإنه لو في صورة واحدة نزلت لسو وبتتكلم عنها بسوء هيعمل مؤتمر صحفي ويقول فيه قدام الكل إن سو تبقى مراته. وبتكون آر غيرانة لأن شو بيدافع عن سو وبيهاجمها بسببها. وبعدها بيروح شو لسو في العربية وبيتأسف لها على اللي حصل معاها وبيعترف لها بالحقيقة، وهي إن آر تبقى أخت صديقه المقرب، وإنه قبل ما يتوفى طلب من شو إنه يهتم بيها، وعشان كده بيكون شو مهتم بيها ومش حابب إنه يكسر وصية صديقه ويتخلى عنها. وبيعتذر لها مرة تانية، فبتضحك سو لأنها أول مرة تشوف شو المغرور وهو بيعتذر، وكمان مرتين ورا بعض. وبياخدها شو معاه لبيته وبيبان إن فعلا شو بيبدأ يعجب بسو ويتقبلها كزوجة حقيقية. وتاني يوم بينتشر خبر عن اللي حصل في الحفلة، لكن بتكون كل المهاجمات ضدي وبيقولوا إنها ممثلة بارعة ومثلت الخوف على بنتها، وكل ده مقابل إنها تفضح سو البريئة. فبتتعصب بيه وبتتصل على شخص مجهول وبتطلب منه المساعدة وإنه يقف في وش شو. أما عند سو فبتصحى من النوم وبتفتح الورقة اللي أخدتها من البنت واللي بيكون فيها عنوان معين وبتطلب منها يتقابلوا فيه، وفعلا
وفعلا بتنزل سو من البيت. في الوقت ده بيرجع فيه شو للبيت ومش بيلاقيها، ولما بيتصل عليها بيلاقي تليفونها مقفول، فبيقلق عليها جدا وبيشوف الورقة اللي فيها العنوان وبيحس ان ممكن سو تكون في خطر، وعشان كده بينزل يجري علشان يلحقها. في الوقت ده بتكون سو وصلت للبيت وبيظهر 2 من الشباب بيحاولوا يضايقوها، ومهما سو بعدت عنهم بيمشوا وراها لحد ما واحد بيقرب منها وبيكون عايز يكتفها ويخطفها، وبتقاوم سو بكل قوتها لحد ما بيظهر شاب وبيتخانق معاهم علشان ينقذها، وبيزقها واحد من المجرمين فبتقع على الأرض وبيغمى عليها. وبتفوق سو بتلاقي نفسها في أوضة غريبة عنها، وبتشوف جي وهو قدامها وقلقان عليها جدا وبيسألها لو كانت بخير، فبتطمنه سو إنها طبعا بخير. وبيوصل شو اللي بيتضايق من وجود جي وبيغير عليها، عشان كده بيطرد جي بره الأوضة، وبعدها بيسأل سو ببرود عن حالتها ولو كانت حاسة بأي ألم، فبتتضايق منه سو بسبب بروده وبتشوف إنه ما كانش خايف عليها. وبعد ما بيمشي بتجيلها آر وبتزعق معاها وبتقول لها إنه بسببها شو اتأذى وإنها مش هترحمها. وبيوصل الشاب اللي أنقذ سو وبينقذها مرة تانية من آر وبيطردها بره الأوضة. ولما بتسأله سو عن صحة كلامها بيقول لها إن فعلا شو وصل وهو بيضرب في المجرمين، فساعده علشان يكتفهم ويسلمهم للشرطة، لكن واحد من المجرمين بيضربه بقوة على إيده لدرجة إن إيده بتتأذى ومش بيقدر يحركها، وبتحس سو بالذنب لأنها اتهمته إنه مش مهتم بيها. في الوقت ده بيكون شو بيفكر في اللي حصل مع سو وبيشك إنه ممكن يكون حادث مدبر، وبنشوف إن فعلا مدبر من جي وآر اللي بيتحدوا في فريق علشان كل واحد منهم ياخد الشخص اللي بيحبه. ولكن جي بيكون راجع في كلامه وبيقول لآر إنه مش عايز ينفذ أي خطط تاني ممكن تأذي سو لأنه بيحبها، وإن اللي بيحب شخص بيكون عايزه دايما سعيد حتى لو مش معاه. وبيعرفها إنه بدأ يحس إن سو سعيدة مع شو وعشان كده مش هيقف في وش سعادتها، لكن آر بتكون رافضة تماما كلام جي ورافضة تتخلى عن شو لسو. وبيعرف شو بالخطة اللي كانوا مدبرينها سوا وبيروح علشان يقابلهم، لكن جي بيسيبه وبيمشي وبتعتذر له آر على اللي عمله وبتوعده إنها مش هتكررها تاني، لكن بتترجاه ما يتخلاش عنها لأنه ما بقاش ليها أي حد بعد موت أخوها، فبيحس شو بالشفقة ناحيتها وبيسامحها. وفي الوقت ده بقى بتكون سو عايزة تتأسف لشو إنها فهمته غلط، وبتعرف من سكرتيرته إن عيد ميلاده تاني يوم، وعشان كده بتقعد بنفسها تعمل له تورتة عيد الميلاد، وبتقول لها المساعدة إن يوم عيد ميلاد شو هو نفسه يوم وفاة أخو آر، وعشان كده بتطلب منها إنها تعملها بلطف في اليوم ده، فبتوافق سو. ويوم عيد ميلاد شو بتوصل آر قبل سو وبتستنى مع شو لحد ما بتيجي سو ويحتفلوا بعيد الميلاد، لكن آر بتكون لسه بتفكر في شو وبتقوله إنها مش قادرة توقف تفكير فيه وتستسلم وتسيبه لسو، لكن شو بيصدمها وبيقول لها إنها لو عايزة يفضلوا أصحاب تقفل الموضوع ده لأنه مش هيسيب سو. وبيسمع الاتنين أصوات عالية من بره البيت، ولما بتخرج آر بتلاقي مجموعة معجبينها وهم واقفين قدام البيت ومعاهم لافتات ضدها لأنهم اكتشفوا إنها كانت بتخطط تبعد شو عن سو، وده بيقلل من حبهم ليها وبيكونوا عايزين يهجموا عليها، لكن الحارس بيحاول يحميها ويبعدهم عنها لحد ما بتدخل البيت من تاني. ولكن بتكون آر حزينة بسبب إن جمهورها بدأ يكرهها وهتخسر شهرتها، ده غير إنها ما قدرتش تدافع عن نفسها قدام المعجبين. وبيكون شو شاكك إن الخبر مسرب للمعجبين قصد علشان يأذيها عن طريق متابعينها، وعشان كده بيقرر إنه يفضل معاها لحد ما يلاقي حل أو يعرف اللي حصل، وبيسيب سو مع المساعد بتاعه علشان يوصلها للبيت. وبتأكد سو على سكرتيرة شو إنها لازم تقدم له تورتة عيد ميلاده، وبتخرج سو مع المساعد للجراج وبتلاقي 2 لابسين قناع ومستنيينهم، وأول ما بيشوفوهم بيهجموا عليهم. في الوقت ده بيتصل جي على سو وبيسألوا على سو مكانها، وبيقول لشو يلحق ينقذها لأنها في خطر، لكن جي بيقدر يوصل للمكان قبل شو وبيضرب المجرمين اللي كانوا عايزين يخطفوها، وبيوصل شو وبينضم ليه في ضربهم لحد ما بيخلصوا عليهم تماما. وقتها بيسألوا شو ازاي عرف ان سو في خطر، فبيقول له جي انه هيعرف قريب جدا، وبيتخانق معاه وبيقول له انه ما كانش قد مسؤولية سو وانه سابها وعرضها للخطر، وعشان بيقول له انه يطلقها ويرجعها له لانها حبه الاول زي ما هو حبها الاول، وانه هيهتم بيها وهيحافظ عليها اكتر منه. لكن طبعا شو مش بيسكت على كلامه وبيتخانق معاه وبيقول انه مستحيل يسيب سو لاي ظرف مهما كان. وبعد دقايق بيتصالح الاتنين وبيعتذر جي على اللي قاله وبيقبل اخوه
وللأسف وبيتأسف له شو هو كمان إنه ما قدرش يحمي سو. وبيلاقوا سو جت عندهم علشان تتكلم معاهم، وبيبان إن هي كمان بدأت تحب شو فعلا، وده اللي بيلاحظوا جي، فبيتمنى لهم السعادة. وبيقول شو لسو إنه مش هيسيبها تقعد لوحدها في بيتها لأنها هتكون في خطر، وعشان كده بيقول لها تيجي تعيش معاه في البيت، فبتوافق. تاني يوم بيجي مساعد شو وبيقول له إن حابسة نفسها في أوضتها ورافضة تخرج، ودي أول مرة تعملها. فبيقلق شو عليها وبيروح معاها عند أوضة ولما بيخبط عليها مش بترد، فبيفتح الباب بالمفتاح الاحتياطي. وقتها بتمثل إنها أخدت حبوب منومة علشان تتخلص من حياتها. ولما بيشوفها شو بيطلب الإسعاف فورا، وبيسيب معاها مساعده وسكرتيرته اللي بيتصلوا بيه من المستشفى، وبيقولوا له إن صحت من أوضة الطوارئ وهربت. فبيروح شو على هناك وبيلاقي إن فعلا مش موجودة، ومشت بعد ما سابت لهم رسالة على تليفونها بتقول فيها إنها هتروح مكان بعيد علشان ترتاح، وبتطلب إن محدش يدور عليها. لكن شو بيكون شاكك فيها لأن دايما بتقوله على كل الأماكن اللي بتروحها، ده غير إن كان عندها ورقة وقلم في الأوضة لكنها فضلت تكتب على تليفونها وتسيبه، ودي حاجة غريبة على وبيكون شو شاكك إن في حاجة غريبة بتحصل معاها. في الوقت ده بنشوف وهي في مكان مجهول، وبيجي شخص وراها وبيقول لها إنه من معجبينها جدا، لكن بتكون متعصبة وبتقوله إنها عارفة إنه بيكذب، وبتأمره يقول اللي عايز يقوله على طول، لحد ما بيطلع لها صور لبنت شبهها تماما، وبيتضح إنها عاملة عملية تجميل علشان تبقى نسخة من وبيقول إنها لازم تنفذ كل اللي هيطلبوه منها، وإلا بشبيهتها يقدروا يدمروا لها كل حياتها. وبنعرف إن هي اللي ورا كل اللي بيحصل مع علشان تنتقم منها. ومش بس كده، وكمان بيساعدها يوناو عم شو، لأنه بيكون أفلس بسبب لعبه للقمار، وعاوز يساوم شو وياخد منه أملاكه. وبيتفرق شو اللي معاه وبيدوروا على في كل مكان، لكن مش بيلاقوا ليها أي أثر. فبتروح سو هي وشو مطعم علشان يتغدوا، وهناك بتقابل سوجي وبتكون متوترة وخايفة من شو لو شافوا معاها. لكن لما بيجي شو بيسلم عليه وبيعرض عليه يتغدوا سوا، وبيقول لسو إنه مهما كان فجي أخوه بيثق فيه، لكن جي بيستأذن منهم وبيمشي. وبتقرر سو إنها تبحث عن الشخص اللي أنقذها يوم ما هجم عليها المجرمين، وفعلا بتقدر توصله وبتعرف إن اسمه تشي، فبتتصل بيه وبتطلب تقابله علشان تشكره، وفعلا بيتقابلوا. لكنها بتتفاجئ اللي جاية هي كمان تقابل تشي، وبتاخده وبتمشي. وبعد لحظات بتشوف تاني ولكن بلبس مختلف، وهي رايحة تركب عربيتها، فبتروح سو علشان تكلمها، وفجأة بيخرج 2 من العربية وبيكتفوا سو وبيخطفوها. وبنعرف ان دي المزيفة اللي عملت عمليات تجميل علشان تبقى شبهها. ولما بتدخل الحقيقية مع تشي المطعم بيخدرها وبيخطفها هي كمان، وبيتصل ينوان على شو وبيقوله ان سو مراته معاه، وكمان اللي بيهتم بيها، وبيطلب فدية نص أسهم شو في شركته علشان يسيبهم. وقتها بيكون شو مصدوم ومش عارف يتصرف. في الوقت ده بتفوق سو بتلاقي نفسها متكتفة في مخزن مع وبتظهر قدامهم وبتقول لهم انهم دمروا حياتها وانها هتنتقم منهم. وبيشوفوا بعدها تشي اللي بيكون عايز ينتقم من بسبب بنت اسمها لين، وبتسألها سو على لين وليه عايز ينتقم منها بسببها، لكن مش بتجاوب. وبتتسلل بنتي الصغيرة وبتكون عايزة تنقذ سو، لكن تشي بيشوفها وبيلحقها قبل ما تنقذ سو وتهربها، وبيكون عايز يتخلص من ويقتلها، وبيتعصب عليها وهو بيسألها على اللي عملته في لين. وبعد ضغط منه بتعترف انها كانت صاحبتها، وانها في يوم اتخانقت معاها لانها قالت لها انها هتتجوز شو، وعشان كده بتحط لها منوم في العصير علشان تأدبها. ولكنها ما كانتش تعرف ان لين هتسوق بعد ما تشرب العصير وتعمل حادثة، ومن يومها وهي مفقودة. فبتتصدم سو منها وبتقول لها انها فعلا مجرمة. وفجأة بيلاقي جي وصل، وبتتفاجئ سو بوجوده انه مشترك معاهم في خطتهم، وبيمثل جي انه مع تشي لحد ما بيقرب منه وبيكهربه، فبيقع مغمى عليه. وبعدها بتطلع علشان تشوفهم، وبتتفاجئ بجي اللي اول ما بيشوفها برضه بيكهربها وبتقع مغمى عليها، وبيفك سو وبينقذهم. في الوقت ده بيكون شو مش عارف يتصرف، وبيقرر انه هيبيع الاسهم لعمه يوان علشان ينقذ سو، لكن شريكه في الشركة بيعترض وبيقوله انه هيضيع الشركة بافعاله دي. لكن شو بيكون واخد قراره وبيقول ان سلامة سو اهم من اي اسهم. ولكن بيجي لشو اتصال من جي وبيقوله ان سو معاه وانه انقذها، وفعلا بيجري شو بيروح علشان ياخدها من جي، واول ما بيشوفها بيحضنها وبيتأسف لها على كل اللي حصل
معاها وبيعترف لها إنه بيحبها ومستحيل يسيبها تاني، وكمان هينظم فرح كبير علشان كل الناس تعرف إنهم متجوزين وإن جوازهم ما بقاش في السر. فبتفرح سو وبتقوله إن هي كمان بتحبه، وأخيرا بيعيشوا بسلام بعد المواقف الصعبة اللي مروا بيها دي. وبكده بينتهي المسلسل. لو عجبكم المسلسل ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم كل الجديد.